السلام عليكم ورحمة الله. طلابي الأعزاء، درسنا اليوم في مادة الجغرافيا. موضوع الدرس: الأحواض النهرية العربية واستثمار المياه. أهداف الدرس: أن يصبح الطالب قادرا على أن أولا يحدد مواقع المدن العربية الكبرى حول الأنهار على خريطة الوطن العربي. ثانيا يشرح توزع سكان العالم العربي في أحواض الأنهار. ثالثا يعدد النشاطات التي يمارسها السكان في الأحواض النهرية العربية. رابعا يصنف أوجه استثمار المياه العربية. ولنبدأ معا مع هذه الخريطة للأنهار العربية، ومن ثم سوف نقوم بتحديد المدن على ضفاف هذه الأنهار، ونبدأ من نهر النيل. حسب مؤشر الليزر فلننتبه معا. ينبع نهر النيل من بحيرة فيكتوريا في جبال إفريقيا الاستوائية، ثم يجري في السودان على الشكل التالي، ثم يدخل إلى مصر فيجري فيها إلى أن يصب في البحر المتوسط. وقد قامت على ضفاف النيل مدن عربية كبرى مثل مدينة الخرطوم التي هي عاصمة السودان، ومدينة عطبرة. وقامت كذلك في مصر على ضفاف النيل مدن كبرى مثل مدينة أسوان، ومدينة قنا، ومدينة أسيوط، ومدينة القاهرة التي هي عاصمة مصر. ننتقل الآن إلى نهر شبيلي. هذا هو نهر شبيلي، وقد قامت على ضفافه مدينة مقديشو التي هي عاصمة الصومال. ثم نهر جوبا الذي نشأت على ضفافه مدينة كسمايو. نتجه الآن شمالا إلى نهر العاصي في سوريا ولبنان الذي قامت على ضفافه مدن كبرى مثل حما وحمص. وأخيرا نهر دجلة الذي ينبع من هضبة إرمينيا في تركيا، ثم يجري في العراق إلى أن يلتقي مع نهر الفرات في شط العرب ويصبان في الخليج العربي. وقد قامت على ضفاف دجلة مدن كبرى مثل الموصل وبغداد والبصرة. نستنتج أنه تقع معظم المدن العربية الكبرى حول الأنهار. وسوف نقوم في هذا الجدول بتحديد المدن التي قامت على ضفاف كل نهر من الأنهار. فقد قامت على ضفاف النيل مدينة الخرطوم في السودان، ومدينة القاهرة في مصر. وقامت على ضفاف نهر شبيلي مدينة مقديشو في الصومال. وعلى ضفاف نهر جوبا مدينة كسمايو في الصومال. وعلى ضفاف نهر العاصي قامت مدينة حمصة في سوريا. وعلى ضفاف نهر دجلة قامت مدن الموصل وبغداد والبصرة في العراق. أستنتج أنه يعيش معظم سكان العالم العربي في أحواض الأنهار، ويعتبر حوض النيل من أكثر المناطق سكانا في العالم، حيث يبلغ سكان السودان ومصر على سبيل المثال 150 مليون نسمة. والآن ننتقل لنبحث معا نشاطات سكان أحواض الأنهار العربية، حيث نلاحظ في هذه الصورة أن النشاط هو الزراعة، حيث يقوم هذا المزارع بري الأرض من مياه الأنهار. إذن يعمل سكان الأحواض النهرية بداية في الزراعة. ونلاحظ في هذه الصورة مجموعة من الصيادين في قواربهم يقومون بصيد الأسماك. إذن يعمل سكان الأحواض النهرية في ثانيا صيد الأسماك.
وفي هذه الصورة نلاحظ قاربا يقوم صاحبه بنقل البضائع من ضفة نهر النيل إلى الضفة الأخرى، كما يقوم بنقل الأشخاص. إذن يعمل سكان الأحواض النهرية في قطاع الخدمات مثل النقل. أستنتج: يعمل سكان الأحواض العربية النهرية في: أولا الزراعة، ثانيا صيد الأسماك، ثالثا الصناعة، كما يعملون في قطاع الخدمات مثل التجارة والنقل. وماذا عن أوجه استثمار مياه الأنهار العربية؟ كما نلاحظ في هذه الصور، فهذا معمل مائي للكهرباء، وهذه صورة سد الملك محمد السادس على نهر الملوية في المغرب، حيث تستثمر الدول العربية مياه الأنهار في توليد الكهرباء، فتقوم المياه بتدوير التوربين الموجود داخل السد الذي يقوم بتدوير المولد الكهربائي الذي يقوم بدوره بإنتاج الطاقة الكهربائية. والآن لنشاهد هذه الصورة لنواعير مدينة حما التي كانت تستخدم قديما في ري الأراضي الزراعية، والآن أضحت من التراث ولا تستخدم، حيث تستثمر المياه العربية في ري الأراضي الزراعية الآن عبر مضخات حديثة لضخ المياه إلى الأراضي الزراعية، كما تستثمر المياه العربية في تأمين مياه الشرب لسكان الأحواض النهرية العربية. وأخيرا، معظم الأنهار العربية غير صالحة للملاحة، أي أنه لا تجري السفن فيها، وذلك لأنها ضحلة ولا تستطيع حمل السفن، باستثناء الأنهار الثلاثة الكبرى في الوطن العربي، وهي النيل ودجلة والفرات. الواجب: حل ورقة العمل الملحقة بالفيديو، ودمتم بخير وصحة وسلامة.